شكله كده هيحصل العربية اللي كان راكب فيها. العربية اللي كان راكب فيها التسجيل ده اتباعت خردة، وزمانها دلوقتي اتعملت أسلاك تسييح حديد. التسجيل ده بقاله أكتر من 15 سنة مع أخويا، وبيتنقل معاه من عربية لعربية. كل ده عشان كلمة ماليزيا اللي على التسجيل. مفكر إن التسجيل ده مفيش ولا قبله ولا بعده، لحد ما التسجيل قال له أنا آسف مش هقدر أكمل. يلا بينا نشوف التسجيل ده هيشتغل ولا هيحصل العربية. جبت الباور سبلاي اللي احنا كنا عاملينه في فيديو قبل كده، وانت لو مهتم كنت عرفت لوحدك، وظبطناه على 12 فولت، ودورنا على المخارج بتاعة التسجيل الأرضي والكهرباء، وابتدينا نوصل عليه. لقينا التسجيل عمل زي محمد سعد في فيلم بوحة، جاله مرض كلابي وبقى عمال يرمش كده. وهنا كان لازم نتدخل ونفتح الجهاز. لقينا الجهاز طبعا متغرق كله متلزق بأمير. قلنا نحل الوش ونشوف هل السوكت ده ممكن يكون هو اللي مش موصل كويس، عشان كده لما بنضغط عليه بيقعد الجهاز يشتغل ويطفي معانا. جبت لاف وقعدت اقيس كل المسارات اللي على البوردة عشان اعرف السوكت شغال وواصل بالبوردة ولا لا، وطلعت كل المسارات واصلة على البوردة وما فيهاش اي مشكلة. وما تنساش اللايك والاشتراك بتاعك الجميل، وكمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف التسجيل يشتغل ولا هيتحط في الاخر في كيسه سودا ويروح لاخويا. قلت اول حاجه ابدا بيها طالما زرار الباور اصلا مش شغال، ان انا ادور على زرار الباور واحاول اشغله. وزراير الباور في الجهاز ده مش النظام اللي هي بريسات اللي هي فيها ضغط، لا، نظام طبع كده على البورده زي الريموت بالظبط. فقعدت ادور على مسار زرار الباور اصلا فين، واحاول اشوف له اي صرفه بحيث ان هو يشتغل، عشان طبعا الجهاز ده لو ما اشتغلش انتوا عارفين نوعيه الكلام اللي هتتقال. طبعا باب النجار مخلع، انا كل ما اطلب منك حاجه ما تعملها ليش، فاصلا لو ما اشتغلش انا ممكن اشتري واحد جديد. وهنا قفشت مكثف عامل قفله ومستخبي كده وسط العناصر. وبعد قياسات كتير حاجه قالت لي المشكله في البورده الكبيره. يلا بينا نحل الجهاز اللي عامل شبه الفيديو ده ونشوف اخرتها ايه. وبما اننا داخلين على العيد الكبير كل سنه وانتم طيبين، حبيت اوريكم اسهل طريقه تشفوا بيها التسجيل، عشان حرفيا انا ما كنتش بفتحه، انا كنت بشفيه من كميه الامير اللي عليه. الحمد لله ربنا قدرنا وعرفنا نسلخه، بس للأسف جيت أفتحه ببص على البوردة لقيت البوردة كمان ملحومة في الشاسيه. ملأ التساجيل الصيني بس البوردة بتاعتها قد كف الإيد، والبوردة كانت ملحومة في الشاسيه، وتحس إن هم حالفين ما يفرقوا بعض. وأول ما شلت البوردة لقيت المنظر ده، الفلاتة بتاعت السي روم واليو اس بي كمان كان الفلاشة مخلوعة من على البوردة. قلت مش مهم، احنا كده كده فتحناه. بس الجهاز فعلا محترم، انا عرفت ليه كان متمسك بالجهاز. ايسات الصوت بتاعته ما شاء الله من نوعيه نضيفه جدا. وسر بيني وبينكم عايز اقوله لكم ان التنر حل نص مشاكل الاجهزه في مصر، فطبعا هنخسره بالتنر. وبعد ما ادينا الدش التمام قلنا كمان نقيس تلامس السوكت مع البورده، وقسنا كل السرات بتاعه السوكت لانها الحمد لله تعمل بحاله جيده. وعشان طبعا الجو حر قلنا نجرب الجهاز وهو قالع عدومه. بصينا على الجهاز ووصلناه لقينا الجهاز نور، والخوف اللي كان عنده والرهاب الاجتماعي اللي كان فيه الحمد لله راح. يبقى كده مش فاضل غير ان احنا نشغل زرار الباور. قعدت ادور على النقطتين اللي مسؤولين عن تشغيل زرار الباور، اعمل فيهم اي حاجه يشغل زرار الباور، ان شاء الله لو اعمل له سلكتين يلمسهم في بعض الزرار يشتغل. وبعد تدوير كتير ربنا وفقني ولقيت النقطتين، ودي بورده بتاعت صب قديمه اخدتها وقلت اطلع منها الزرار، والحمد لله العمليه تمت والام والجنين طلعوا بخير. حاولت اكتر من مره اركب الزرار على البورده مباشر بس بدون فايده، شكلي كده هحضر الكيسه السوداء. وفي اللحظه الاخيره قررت اعمل حاجه محدش يعرف يعملها غير لما يكون فني محترف زيي، بهزر طبعا، ان انا اعمل بريدجين سلكين على المكان بتاع زرار الباور، والفهم من الناحيه التانيه على البورده، والحمهم في الزرار، والزق الزرار ذات نفسه في البورده. وحرفيا سلك البريدج ده كفيل يخلي لك نظرك بصفر على صفر، لان هو السلك حجمه نص من ملي. اقرب لك الصوره عشان تشوف اكتر. ورساله لاخويا، بالله عليك بالله عليك لو التسجيل ده باظ ارميه يا ما تعرفنيش تاني. وده منظر الاسلاك اللي هيركب عليها زرار الباور. يلا بينا نركب الزرار. قعدت اظبط في رجول الزرار عشان هو الزرار ليه 4 رجول، واحنا بس هنحتاج منه رجلين عشان نوصل عليهم البرجين اللي احنا عملناهم. جبنا الكاوية وبدأنا ان احنا نلحم السلكين في الزرار زي ما حضراتكم شايفين، عملية جراحية. وهنقول بسم الله ونبتدي نجرب. بسم الله ما شاء الله. اول ما حطينا الوش ودوسنا على الزرار لقينا الزرار شغال 10/10. قلت اطفي النور عشان ابين لحضراتكم اكتر الليد بتاعه وهو شغال. ما شاء الله. كده خلاص هنبتدي نلزق الزرار بالسوبر جلو، وخلاص هنقفل الجهاز على كده واديه لاخويا واقول له كفايه عليك لحد كده. قعدت ارجع كل الزراير تاني مكانها، ويا رب ما ياخد باله ان البكره بتاعت تعليق وتوطيد الصوت اتكسرت، بس مش اتكسرت قوي يعني هتشتغل. هنا كنت بفتح فتحه في الوش لمكان الزرار الجديد. يا رب بس يعجبه وما يقوليش انت تلفته. ربنا وفقنا وقفلنا الوش، بنبتدي نقفل الجهاز. هنا الفلاتة اللي كانت واقعة أصلا عرفت إنها كانت واقعة لأن يبقى في قطعة كده بتزنق الفلاتة في السوكت بتاعها، دي ما كانتش موجودة وأنا ما عنديش منها. قصيت من على الناحية التانية حتة وابتديت أقفلها وأركبها، والحمد لله اتقفلت على خير.
هنا بنبتدي نرجع الجهاز تاني في الشاسيه عشان هما كانوا حالفين محدش يفرقهم عن بعض. وهنقفل الشاسيه الخارجي. فيه كميه مسامير رهيبه. انا هجري الفيديو شويه لان هو فعلا مساميره كتير جدا في التقفيل. وهنا وصلنا للحظة الحاسمة اللي كله مستنيها، حضراتكم وأنا كمان. جبنا سماعة وبنوصلها على التسجيل. طبعا أنا جربت التسجيل على الفلاشة على اليو اس بي، التسجيل شغال، بس للأسف مش هينفع أجي أسمعكوا صوته وهو على الفلاشة عشان اليوتيوب بيزعل حبتين، فقلت أسمعكوا صوته وهو على الراديو، وده كان صوت الوش بتاعه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وطلع باب النجار مش مخلع. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان عايز اوصل 1000 مشترك. وخليك فاكر دايما افهمها تصلحها. سلام.